عندما يجتمع الغباء والقوة والسرعة والحب والصداقة والوفاء، فاعلم أننا نتحدث عن سونيك. كما رأينا في نهاية الجزء الأول أن سونيك بدأ بالعيش مع سيد الكعك، ورأينا أيضا أن الدكتور روبوتينك يحاول جاهدا الخروج من كوكب الفضر، وبينما يحاول الدكتور الخروج من الكوكب يظهر أمامه الوحش ناكلز، وكان يبحث عن سونيك، ويخبره الدكتور بأنه يعلم مكان سونيك وأنه سيدله على مكانه مقابل أن يعيده ناكلز إلى كوكب الأرض. يوافق ناكلز على الاتفاق، وفي هذه الأثناء يظهر سونيك وهو يودع عائلته، حيث أنهم سيذهبون إلى حفل زواج شقيقة سيدة البسكويت. يبقى سونيك وحيدا في المنزل هو والكلب، ويتصرف بحرية تامة، وبينما هو يشاهد أحد الأفلام تنطفئ الكهرباء فجأة، ويتحول المكان إلى فوضى عارمة، وفجأة يفتح باب المنزل من تلقاء نفسه، وكان يوجد وراء الباب الدكتور روبوتينك. يستغرب سونيك ويسأل الدكتور كيف عاد إلى الحياة، لكن الدكتور يستفز سونيك، ويحاول سونيك أن يلكم الدكتور، لكن يظهر من خلف الدكتور فجأة الوحش ناكلز، وبهذا يكون اللقاء الأول بين ناكلز وسونيك، وتبدأ بينهما معركة بسيطة. ويخبر ناكلز سونيك أن لونج كلو هي أشد أعداء قبيلته، وأن أفراد قبيلته قتلوا على يدها. لكن في هذه الأثناء أيضا تظهر مخلوقة جديدة من جنس سونيك وتدعى تيلز، وتقوم بإنقاذ سونيك، وبينما سونيك في السيارة يسأل تيلز لماذا أنقذته، ومن هو ذلك المخلوق الذي ظهر في وجهه فجأة، وماذا يحدث بالضبط. فتجيبه تيلز أنها من كوكب آخر، وعندما كانت في كوكبها كانت دائما تشاهد سونيك، وأنها معجبة جدا بقوته. أما الوحش ناكلز قالت إنه أقوى كائن في المجرة، وأنه مهووس بإيجاد الزمرد الأعظم، وأنه يسعى وراء سونيك لأنه يعتقد أنه المفتاح إلى هذا الحجر. يظهر ناكلز مجددا وهو يلاحق سونيك وتيلز، ولكن بعد جهد يستطيعان أن يهربا منه. وهنا يظهر الدكتور مجددا وينقذ ناكلز، ويعقد مع ناكلز صفقة جديدة، وهي أن يدله على سونيك مقابل أن يقضي ناكلز على سونيك. يهرب سونيك وتيلز إلى منزل وايد صديق سيد الكعك، وبينما هم في المنزل يتساءل سونيك ما هي صلة لونج كلو بناكل، ويتذكر أن في الخريطة كلمة لا يعرفها، وعندما يخرج الخريطة يخرج من الخريطة ضوء غريب، وهنا يظهر تسجيل لونج كلو، وتقول فيه لسونيك أنه عندما يشاهد هذا التسجيل فيعني أنها قد فارقت الحياة، وتخبره بمكان الزمرد الأخضر، وتخبره أن مهمته في الحياة هو أن يحمي هذا الزمرد ويخفيه عن أعين الأشرار. تختفي لونج كلو، وتدل سونيك على وجود الأحجار الكريمة التي يستطيع من خلالها أن يظهر موقع الزمرد الأعظم. كان أول مكان يجب عليه زيارته هو سيبيريا، فيطلب سونيك من تيلز أن ترافقه في رحلته، فتوافق تيلز، ويتعاهدان أن يبقيا أصدقاء بلكمة القوة، وينتقلان إلى سيبيريا. في هذه الأثناء يظهر الدكتور وناكلز وهما يستعدان للحاق بسونيك، وكذلك تظهر عائلة سونيك وهي تستعد لحفل الزفاف. يصل سونيك وتيلز إلى سيبيريا ويدخلان إلى خانة مخيفة، وتبدأ مشاجرة في الخانة كالعادة، وينتصر سونيك وتيلز في هذه المعركة. ينام سونيك وتيلز، وفي اليوم التالي يذهبا إلى مكان تواجد الزمردات السبعة، وهو المفتاح الذي يخرج الزمردة العظيمة. يستطيعان أن يأخذا الزمردات السبعة، ولكن هنا يظهر الدكتور برفقة ناكلز لكي يأخذان الزمرد، لكن سونيك يرفض إعطائهم الزمرد. وبعد مطاردة طويلة يستطيع الدكتور أخذ الزمردات السبعة بعد أن أصاب تيلز بضربة قوية أفقدتها وعيها، وبسبب أخذ الزمردات من الجبل ينهار الجبل. في نفس اللحظة تبدأ مراسيم زفاف شقيقة سيدة البسكويت، وبينما سيد الكعك يحضر حفل الزفاف يتصل به سونيك ويطلب منه المساعدة لأنه في ورطة بسبب تهدم الجبال، ويطلب منه أيضا أن يرمي بخاتم الانتقال الذي أعطاه له بداية الفيلم. يرمي سيد الكعك الخاتم، فيتفاجأ أنه تم استبداله بخاتم الزفاف، وكان الخاتم الحقيقي للانتقال بيد الزوجان. فيذهب سيد الكعك ويطلب أن يأخذ الخاتم من الزوجان، لكن الزوجان يرفضان، فيضطر أن يأخذ الخاتم بالقوة ويقوم برميه، وعند رميه تفتح بوابة زمنية فيدخل منها سونيك مع كومة من الثلج، والذي تسبب بدمار هائل
في حفل الزفاف كاملا. فجأة يخرج جميع من في حفل الزفاف مسدسات ويوجهوها نحو سونيك وتيلز، وهنا يظهر الضابط الذي ظهر في نهاية الجزء الأول ويخبر الجميع أن كل من في الحفل هم عملاء فيدراليون بمن فيهم العريس والقسيس الذي كان يكتب كتاب العروسين. ويقول أيضا أن العرس كان جزءا من عملية كبيرة هدفها الإيقاع بسونيك لأنه يسبب خطرا على العالم بأسره، أن هذه العملية مدبرة من دول كبيرة جدا. لكن هنا تعترض سيدة البسكويت وتقول أن سونيك هو من أنقذ الكوكب المرة السابقة من خطر الدكتور، وتخبره أيضا أن الدكتور روبوتينك قد عاد وأنه لا يستطيع إنقاذ الناس من خطر الدكتور سوى سونيك. يتم القبض على سونيك وتيلز وسيد الكعك، لكن سيدة البسكويت تفكر في خطة هي وشقيقتها لإخراجهم، ووقتها يصادفون حقيبة تيلز وكانت تحتوي على أسلحة، فيبدأان تحركهما لإخراج سونيك ورفيقيه، وفعلا يستطيعان فعل ذلك. وهنا يظهر الدكتور روبوتينك وناكلز في جزيرة نائية وبحوزتهما الزمردات السبعة التي تؤدي إلى الزمرد الأعظم، فيضع الدكتور الزمردات على أرض الجزيرة، وهنا يظهر ضوء أخضر كبير جدا، وتظهر تحت هذا الضوء بوابة تؤدي إلى قبو يؤدي إلى الزمرد الأعظم. يرى سونيك الضوء الأخضر على الجزيرة لكنه لا يستطيع السباحة كي يصل إلى الجزيرة، فيعزم بكل قوة أن يمشي على البحر، وفعلا يستطيع أن يمشي على البحر بسرعة جنونية، ويصل أخيرا إلى الجزيرة التي تحتوي على الزمرد الأعظم. يدخل الدكتور وناكلز إلى القبو الموجود تحت الجزيرة بعد أن تخطيا الكثير من الفخاخ، ويصلان أخيرا إلى موقع الزمرد الأخضر. وفي نفس الوقت يستطيع سونيك أن يتخطى جميع الفخاخ بسرعته ويصل مؤخرا إلى موقع الزمرد، وهنا يلتقي هو وناكلز مجددا ويبدأ بينهما قتال ضخم جدا. يستغل الدكتور روبوتينك القتال بين سونيك وناكلز ويذهب إلى موقع الزمرد. هنا يلاحظ ناكلز أن الدكتور كان يخدعه، ويخبر الدكتور أن هذا لم يكن اتفاقهم، لكن الدكتور يسخر منه ويخبره بأنه مخلوق غبي جدا وأنه كان يستغله منذ البداية لمصالحه الشخصية. يأخذ الدكتور الزمرد فيحدث بذلك خرابا كاملا للقبو، يغرق القبو، وهنا ناكلز يقع في مأزق حرج جدا، لكن سونيك يخاطر بنفسه ويقوم بإنقاذه. وبعد أن أنقذ سونيك ناكلز من تحت الماء كاد أن يغرق هو، لكن ناكلز يقوم برد الجميل له ويقوم بإنقاذ سونيك. وهنا تبدأ صداقة ناكلز وسونيك على هذه الجزيرة. تظهر تيلز بمروحية وتخرج ناكلز وسونيك من الجزيرة، وبينما هم متجهون إلى المدينة يظهر الدكتور في المقهى الخاص بصدى المدينة بعد أن استحوذ على طاقة الزمرد الأعظم، وتأتي قوات كبيرة جدا للإيضاح بالدكتور بعد أن علموا رجوعه إلى المدينة. يخرج الدكتور من المقهى لمقابلة القوات، وكان متواجد هناك الزوجان، وبدأ الزوجان بالسخرية منه وهم لا يعلموا أنه قد استحوذ على قوة الزمرد الأعظم، لكن الدكتور يفاجئهم بقوته الكبيرة حيث استطاع تفكيك دبابة كاملة في غمضة عين. بعدها بدأ بتفكيك جميع الآليات ليصنع منهم وحشا كبيرا جدا. في هذه الأثناء يصل سونيك ورفاقه إلى موقع الدكتور وينذهلوا بالوحش الذي قد صنعه، لكنهم لم يخافوا وبدأ مباشرة بالهجوم على العملاق. وبعد هجمات متكررة يدرك سونيك ورفاقه أن هجماتهم لا تؤثر أبدا على العملاق، لكنهم لم يستسلموا فيقرروا أن يجمعوا قوتهم وأن يهجموا على العملاق كفريق واحد. وفعلا يستطيعوا بأن يخترقوا الروبوت، ويستطيع ناكلز أن يدخل إلى جسد الروبوت العملاق ويقوم بضرب الدكتور ضربة قوية تفقده الزمرد، لكن الدكتور لم يصب بأذى شديد ويقوم بالنهوض مجددا لاستعادة الزمردة، لكن سونيك يستحوذ على الزمردة، وهنا يقرر الدكتور أن يسحق سونيك، لكن الزمردة تختار جسد سونيك، وهنا يبدأ التحول الكبير. يخرج سونيك من تحت الركام ويظهر بشكل جديد وقوي جدا يبهر جميع الحاضرين ويخيف الدكتور، وما هي إلا ثواني معدودة من بعد هذا التحول حتى يقضي سونيك على الروبوت كاملا. يعود سونيك لطبيعته ويعود إلى عائلته وأصدقائه وهو فخور بانتصاره، هم كذلك فخورين جدا به. وهنا يصلح ناكلز الزمردة العظيمة بعد أن تدمرت من قبل الدكتور، وينتهي المشهد. بعد عدة أيام يظهر سونيك والزوجان وتيلز وناكلز وهم يلعبون كرة المضرب ويبدون جميعا كعائلة واحدة. وبهذا ينتهي الجزء الثاني من فيلم سونيك. وداعا إلى اللقاء.
جديد يطيب فيه اللقاء وتحلو المواعيد. سأودعكم وفكري عندكم، سأودعكم وقلبي معكم. اذكروا